الطواجن اللي بتتباع غالية جدا في المطاعم هنعملها بنص صدر فرخة بس، او لو عندك 3 4 حتت بانيه. الاكلات دي الاولاد بيحبوها جدا. اول حاجة انا معايا هنا كيلو من اللبن، هحط عليه 5 معالق من الدقيق واقلبهم كده مع بعض. بعد كده ارفعهم على النار. معايا بقى هنا بانيه، اقطعه كده قطع صغيرة او ممكن تقطعيه تقطيعة الشاورما. هيطلع معانا كمية حلوة بالشكل ده. كمان معايا فلفل احمر وفلفل اصفر وفلفل اخضر وفلفل حامي مقطعه شويه شرايح وشويه تقطيع صغير كده. معايا كمان طماطميه مبشوره وبصلايه مبشوره. بعد كده بقى اتبل الفراخ بابريكا وتوم باودر، بهارات فراخ، فلفل اسود وملح وبصل باودر. اتبل بقى الفراخ كويس. بعد كده طاسه على النار هحط فيها معلقه سمنه ومعلقه من الزيت. اول ما تبدا تسيح كده انزل البصل ياخد لون ذهبي. بعد كده انزل بالطماطم، اضيف عليه الطماطم، اقلبهم مع بعض. بعد كده اضيف الفلفل، اقلبهم كده تقلبتين مع بعض واتبلهم بقى بملح وفلفل اسود بس. بعد كده هضيف عليهم الفراخ. تتبيلة الفراخ دي رهيبة، هتخلي طعمها حلو جدا. اول بقى ما تغير لونها اقلبها كده. اكلة سهلة جدا وسريعة وبسيطة ومش هتاخد معاكي وقت. اهم حاجة ان طعمها وشكلها في الاخر بجد تحفة، هتعجب الاولاد جدا. بصوا بقى كده الصوص الابيض اول ما يتقل اشيله بقى خلاص من على النار، واحط عليه معلقة كبيرة كده من السمنة او الزبدة. احط كمان عليه شوية من الفلفل الاسود وما نكترش الفلفل الاسود عشان ما يغمقش مني. واضيف الملح واقلبهم كده مع بعض. الصوص ده على البارد بيبقى احلى بكتير. جبت بقى الطواجن دي وادهنها دهنة كده كويسة من الزيت ورشة فيجيتار. ما تستغنوش عن الخطوة دي، بتدي لون حلو للمكرونة وطعم كمان. بعد كده بقى احط شوية من الصوص الابيض اللي احنا عملناه وانا سلقة كيسين مكرونة. اضيف بقى المكرونة كده على الصوص الابيض. بصوا الصوص الابيض عامل ازاي، بجد كان رهيب. اكون برضو مشغلة الفرن على اعلى درجة حرارة. بعد بقى ما ضفت المكرونة واحط شوية كده من الصوص الابيض ده على الوش. خبطه كده تخبطتين عشان الصوص الابيض ينزل على المكرونة والمكرونة كلها تتغلف كده بالصوص ده، تبقى متشربة بيه. حط بقى الفراخ على الوش، حط كمان شوية من الصوص الابيض. عايزة اقول لكم بجد شكلها وريحتها قلب الدنيا. حط كمان شوية من الجبنة الموتزاريلا لو حابة تضيفيها، لو مش حابة تقدري تستغني عنها، بس عشان تديكي نفس الشكل كده اللي احنا بنجيبه من بره. وحطيت كمان بقى الفلفل الالوان، الشرايح اللي احنا عملناها، وشوية كمان من الزيتون. الكمية دي تعملك 4 طواجن صغيرة او 2 كبار. اعمل بقى الطاجن التاني بنفس الطريقة. حط كمان جبنة الموتزاريلا كده على الوش. هضيفهم بقى في صاج وادخلهم الفرن لحد ما تاخد لون القمر ده. لسه بقى خارجة من الفرن وعايزة اقولكوا كانت سخنة جدا، بس كان ريحتها بجد وطعمها رهيب. اعمليها بقى لوحدها كده، هي مش محتاجة حاجة، او اعملي جنبها بانيه زي ما تحبي.
ما تنسوش تحطوا لي لايك